أصبح سوء الفهم هو الشيء السائد بين البشر. بقينا بنشوف أي تصرف من الجانب السيء وبنلغي الجانب الحسن. أصبح كل واحد فينا شايف إنه مش بيغلط، وإن دايما اللي حواليه هم اللي غلط. وللسبب ده فقدنا أجمل ما فينا، فقدنا ثقافة النقاش ومحاولة تقريب وجهات النظر والتصرف بحكمة في أي مشكلة بنواجهها. بقينا مع أي اختلاف أو نقاش ننهيه إما بمشكلة أو زعل أو هروب أو قطيع أو صمت، وإحنا متخيلين إن إنهاء أي خلاف بيكون إننا ننهي النقاش ونوقف الكلام والعتاب، لأننا ببساطة بنرفض مواجهة أخطائنا والاعتراف بيها. وأصبحت أسهل طريقة هي الهروب من المواجهة والمقاطعة والصمت، وبكده بنعطي فرصة لمشاكلنا إنها تكبر وتتضخم لحد ما توصل لطريق مسدود نفقد فيه أجمل العلاقات في حياتنا، ونقطع أواصر الود بينا وبين اللي حوالينا، ونعيش واحنا شايلين جوانا حاجات مش عارفين نعبر عنها ولا نقولها، لأننا عارفين إننا لو عبرنا عنها وقلناها هيتحول لاختلاف لخلاف وزعل وقطيعة. وبكده بتفقد العلاقات صفائها وبساطتها وجمالها، وتتحول لعلاقات كلها تكلف ومجاملة وبرود، لأننا ببساطة أصبحنا نجيد ثقافة الخلاف وبنرفض ثقافة الاختلاف والنقاش. فبتكبر مشاكلنا وبنبعد نفسيا عن بعض أكتر. الاختلاف والنقاش والعتاب بيدوب أكبر المشاكل وبيمحي أثرها السيء اللي جوانا. بلاش تهربوا من حل مشاكلكم الصغيرة وواجهوها، عاتبوا وتناقشوا وصفوا نفوسكم، هتحسوا بالراحة وهتدوم علاقتكم وهيملاها الحب والود، لأن وقتها نفوسكم هتكون صافية وقلوبكم مرتاحة.